هي فاجعة كبرى بكل المقاييس. عندما يتم ضبط مدير مؤسسة مع الموظفة بتاعته تبقى مصيبة وكارثة. لما ينضبطوا الاتنين وهما بيمارسوا حاجة من الكبائر، والمصيبة الأكبر إن ده متجوز ودي متجوزة، يبقى لازم هنا نحط النقط على الحروف ونعرف اللي حصل وناخد منه العبرة. طب ايه القصة وايه الحكاية والرواية؟ نصلي على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصتنا بتبدأ بمستر علي. مستر علي شغال مدير شركة تسويق عقاري. شغال عنده مجموعة من الموظفين من ضمنهم سهيلة، دي ست متزوجة وعندها ولد وبنت، ومستر علي ده عنده 3 أولاد، 2 ولاد وبنت، ولدين وبنت يعني. طيب بدأت القصة، الأستاذة سهيلة عاجبة مستر علي، الست بتيجي أنيقة شيكة حاجة زي الفل كده، وبتيجي وبتروح وبتاع. فمستر علي طبعا من نوع الرومانسي الحبوب اللي بيحب الحاجات الحلوة ديت، بس طبعا ما عندوش في الشركة غير 2 موظفين، 2 بنات سيدات يعني موظفين، والباقي رجالة. فطبعا ال2 الموظفين البنات مسؤولين عن الأعمال الكتابية والحاجات دي، والرجالة بيطلعوا بقى في تسويق عقاري بقى وبيوروا شقق وحاجات من دي. واحدة منهم سيدة من ال2 مش متجوزة والتانية متزوجة. طيب يا أستاذ علي يعني حب التانية؟ لا، بدأ يتقرب من ال2 إلا إنه لقى استجابة من الأخت سهيلة اللي متجوزة، اللي بدأ يرمي الكلام معاها. أنت عاملة إيه؟ أنا بحب أكون قريب من الموظفين بتوعي، وأنتوا سندي، وأنتوا كذا، ولازم أحل مشاكلكم، ولازم كذا ولازم كذا. لقى صد من الأخت اللي هي مش متجوزة، اللي هي الفتاة العزباء. لقى منه صد، وإن هي فتاة يعني الشغل شغل، عايز ايه؟ عايز حاجه في الشغل تحت امرك، حاجه بره الشغل لا. وده اللي احنا بننادي ان كل الناس لازم تكون كده شرب. لكن الاخت سهيله بدا يتكلم كلمتين حنينين. انت عامله ايه؟ طب اخبارك ايه شايفك زعلانه النهارده، ايه لونك مخطوف كده ليه، ايه دنيتك ماشيه عامله ازاي، في ايه؟ بدات تكلمه، وبدا يقرب منها وتقرب منه وتقول له معلش اصل انا مخنوقه شويه، اصل البيت العيال مبهدلني، اصل زوجي هاملني، اصل زوجي عنده كل حاجه في دنيته الشغل بس، همه بس ايه؟ يروح يشتغل ويجي وينام ويصبح تاني يوم يروح شغله، كل همه انه يجيب لنا الفلوس وخلاص، رغم ان انا شغاله لكن هو يعني ايه ما بيخلينيش احط فلوس في البيت، ومهتم دايما بالشغل واهملني وكاني مش موجوده في البيت وحاجات من هذا القبيل. يسكت بقى الاستاذ علي او مستر علي؟ لا، مستر علي ما يسكتش. ده زوجك ده واحد عبيط، واحد اهبل. ازاي يكون واحد عنده المانيكان ده كله ويسيبه ويهمله كده؟ ده انا عندي في البيت غفير، ده انا لو جوزك كنت عملت وسويت، ده انا لو جوزك كنت حطيتك في يعني مرايه كده او في حاجه كده مغلفه وخليت حتى الناس ما تشوفكيش، كنت خليتك ليا بس. زوجك ده ما بيعرفش يقدر الجواهر ولا بيعرف يقدر الجمال. هي طبعا ودانها بتسمع الكلام الحلو ده، وزوجها اللي يا عيني بيتكفى عشان يشتغل ويجيب لهم المصاريف ياكلوا ويشربوا، الراجل مشغول بشغله. من حقها تسمع، لكن المفروض تقدر برضو اللي بيعمله زوجها. لكن هي بدأت تسمع من الأستاذ أو مستر علي الكلام الحلو الحنين والكلام ده كله، وأيضا إن هو بيقول لها إن حظه المنيل بخته الوحش، رغم إنه مخلف 3 أولاد إلا إنه متجوز عبسميع، متجوز يعني الله أعلم، هي ما شافتش يعني ما كانتش شافت زوجته، لكن هو بيقول إن هي غفر. تمام؟ لكن انت المانيكان، انت اللي محدش مقدر الجوهره، وهي بقى تسمع الكلام ده. المهم عشان ما اطولش عليك، قعد يرمي عليها الكلام ده وهي تسمع له. بدات العمليه تتطور، بدات تحكي له هي متضايقه من ايه، اصل زوجها هاملها، اصل محتاجه للحنان والعواطف. هو بقى ازاي ما ينفعش، لازم واحده زيك تكون متكفيه من كل حاجه، ده زوجك ده عديم النظر. بدأ الموضوع يروح ويجي لحد ما جه يوم الأستاذ علي قال لها استنيني بعد الموظفين ما يمشوا، عايز أكلمك في موضوع. بالفعل الموظفين مشيوا، وقعد خير يا مستر علي،
مستر علي راح مقرب منها، قال لها بصراحه انا مستخسرك في زوجك، انا مش عارف انت لو ما كنتش متجوزه كنت اتجوزتك. وبدا يقرب منها وبدا يعمل معاها بعض التجاوزات، يتحسس جسدها، حاجات من هذا القبيل، الى انها يعني قال لها انا بحبك ومش عارف بفكر فيكي ليه، وانت اللي دايما شاغله تفكيري، اللي زيك كذا واللي زيك كذا. ردت له هي كمان، قالت له بصراحه من يوم ما بدات تتكلم معايا وانا تفكيري كله ما عادش يعني في حد غير فيك انت. وبدات التجاوزات، الاتنين الحب ولع في الذره ما بينهم، لضموا في بعض يا معلم. لكن جم عن يعني الفاحشه الكبرى، وقفوا وقالت له لا استنى لحد هنا. فاقت، ايه ده؟ فقت بجد؟ هترجعي لنفسك وتفتكري جوزك وولادك؟ لا، ده قالت له استنى. في ايه يا سهيل؟ لا استنى يا فندم يا مستر علي، اصل حد ممكن يدخل علينا والبيبان مفتوحه، بس ما ينفعش نقفل البيبان، ممكن حد يجي. طب والعمل؟ قالت له معرفش. لا انا ست متجوزه وشرفي وعرضي. طب اقول لك على حاجه؟ نعم. انا بصراحه محتاج لك ومش قادر، انا مش قادر. قالت له بصراحه وانا كمان، بس هنعمل ايه؟ ما باليد حيله. قال لها لا، في، انزلي لي تحت في الجراج، العربيه بتاعتي استنيني عندها وانا هنزل لك دلوقتي وراكي ونقعد شويه في العربيه. بالفعل نزلت، وقفت عند العربيه، كان نازل وراها، فتحوا العربيه ودخلوا العربيه، قفلوا على نفسهم العربيه فاميه، وبداوا يمارسوا الرذيله داخل السياره في جراج العماره اللي فيها الشركه بتاعته. قصه السياره دي ان هو مدي نسخه احتياطيه من السياره بتاعته لعامل الجراج، علشان لما الباشا يجي، مستر علي يجي، بيسيب العربيه ويطلع، العامل بتاع الجراج بيفتح العربيه ويركبها وياخدها يركنها في المكان بتاعه. ده راجل بيزنس مان، يعني صاحب شركه تسويق عقاري. ربك والحق، عدت اول مره، عدت تاني مره، عدت تالت مرة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيرفع ستره عن العبد مفيش حل بعدها. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعد تالت او رابع مرة، بناء على كلام مستر علي نفسه، ان بعد تالت او رابع مرة موظف الجراج معدي، فوجئ ان سيارة مستر علي فيها حد جوه والسيارة بتنهز. واخد بالك انت؟ بتنهز. انت فاهم بقى الهزه ديت؟ طبعا الهزه دي بتنم على حاجه تقريبا واحده، ان في حد جوه وبيعمل حاجه غلط. يعمل ايه بقى؟ هو معاه مفتاح العربيه، والعربيه طبعا مسجره، بيسجروه، بيعملوها مسجره، بيقفلها، بس هو معاه مفتاح العربيه. طب يفتح يشوف مين اللي جوه؟ قال لك لا، اصل انا لو فتحت يا عم ممكن اشوف حاجه كده ولا كده فيعملوا فيا حاجه. من حسن الحظ ان في قدام العماره اللي فيها الشركه اللي فيها الجراج دي زي كمين كده، في عربيه بوليس يعني واقفه، بيبقى فيها 2 عساكر وبتاع، العربيه اللي هي بتاعت النجده دي. فطلع جري اللي اسمه اللي هو عامل الجراج، نده للاثنين الشرطه وقال لهم في حاله جوه يعني بيعملوا حاجه مش كويسه، يعني بيمارسوا حاجه مش كويسه داخل سياره مستر علي. هو كل ده فاهم ان مش مستر علي ده، واحد او واحده بعيده خالص لقوا عربيه مستر علي ففتحوها بطريقه ما وجوه. جاب العربيتين بتوع العربيه بتاعه الشرطه، جت نزلت الجراج على طول وراحوا، انت معاك المفتاح؟ طب افتح. فتح وبيفتح، واذا بيهم يفاجئوا طبعا ثالث مره او رابع مره، خلاص خدوا براحهم، ففوجئوا بمستر علي والاخت سهيله كما ولدتهم امهم منيمين الكرسي وعايشين الاستاذ مستر علي فوق الاستاذه سهيله ودنيتهم زي الفل كما ولدتهم امهم. طبعا خدوهم، حاولوا يجيبوا اي حاجه يلبسوا هدومهم، رفضوا. الناس يعني كانت فضيحه بقى، والناس اتلمت والموظفين ونزلوا، اللي هم الناس اللي كانت مشت والموظفين الباقيين في العماره بقى، ما هي العماره فيها الشركه دي وفيها شركات تانيه، ناس نزلت بقى وبقت فضيحه على كل لسان. مستر علي والموظفه بتاعته، مستر علي ممسوك متلبس، مستر علي ملط مع مش عارف ايه. المهم قعدوا يجيبوا شويه حاجات كده، اخدوا تحرزوا الملابس بتاعتهم وجابوا زي شويه ملايات كده، المهم لفوهم بيها واخدوهم على قسم الشرطه.
طلعوا على قسم الشرطة، بدأوا فتحوا محضر طبعا، وتم تحويلهم إلى النيابة. وفي أقوالهم قالوا كل الحكاية ديت. المستر علي قال إن هو اتعرف عليها وبدأ كان عندها مشاكل عاطفية وبتاع. المهم حكى اللي أنا حكيته ده، وإنه عمل مرة واثنين وثلاثة، ولكن يعني حظه بقى إن الأخ بتاع عامل الجراج إنه يفتح ويشوفهم والكلام ده كله. طبعا اتصلوا على الزوج او زوج الاستاذه سهيله، الزوج اللي هو المفروض الكادح اللي بيجري على اكل عيشه عشان يوفر لها عيشه مستريحه هي واولادها. لكن كان رد فعل الزوج مفاجاه كبرى. الزوج قال لما جابوه، قال لها كده وهي واقفه قدامه، قال لها انا لو شفتك او انا اللي مسكتك كنت قتلتك وقتلته. لو انا شفتك او انا اللي ضبطتك كنت قتلتك وقتلته. طب يا عم، ما هو هي مش هينفع القضيه تمشي بقى لما تعمل فيها محضر زنا. خلاص تعمل محضر زنا بيتم بقى ايه، تمشي في الاجراءات القانونيه. الى ان الزوج رفض يعمل محضر زنا. ليه يا عم؟ قال لك عشان خاطر عيالي، عشان عيالي ما يبقاش امهم موصومه ومحبوسه في قضيه اداب وقضيه زنا ابوهم اللي عاملها فيها، ويتعايروا بيها عيالي طول السنين. لكن هكتفي ان انا اقول لك انت طالق بالثلاثه، وما يشرفنيش انك تكوني على ذمتي، وعيالك مالكيش دعوه بيهم وكانهم مش اولادك. ولادي حبايبي، انا ما اقدرش اسيبهم، ابوس ايدك سامحني، دي كانت غلطه. ادها ظهره ومشي. طبعا بعد هذه الواقعه وعدم ان الزوج ما رضاش او ترفع ان هو يعمل محضر زنا في زوجته، تم اخلاء سبيلهم وخرجوا. دي كانت القصه. تعالى هنا بقى، خرجتي بفضيحه، سيبك انك اتحبستي او ما اتحبستيش، المحضر تم تقفيله بناء على تنازل الزوج. تمام. تعالي انت بقى يا استاذه سهيله، يا ست سهيله يا محترمه، يا اللي بتقولي دي غلطه وانا عايزه اولادي. كنت شغاله، هل هينفع ترجعي تشتغلي في الشركه تاني بعد ما بقيتي فضيحه متجرسه في كل حته في الشركه؟ هل هتحافظي على شغلك او الشغل اللي انت كنت شغاله فيه مع مستر علي هينفع تروحيه تاني؟ معنى كده انك مش هتقدري، فما فيش شغل. منظرك ايه قدام ابوكي وامك وانت متطلقه بالثلاثه عشان ممسوكه مع المدير بتاعك؟ منظرك ايه قدام عيالك لما يبصوا لك كده، يبصوا لك خصوصا ان 8 سنين و10 سنين، يبصوا لك كده وعارفين مدركين ان امهم تم طلاقها عشان كانت بتعمل الفاحشه مع مستر علي فندي؟ منظرك ايه؟ طب هقولك على حاجه تانيه. دلوقتي انت اتطلقتي بالثلاثه، هل مستر علي الحنين اللي تناه معاكي لحد ما كان بيقول لك انا لو انت مش متجوزه كنت اتجوزتك، هل مستر علي الحنين دلوقتي بقى يقدر يجي ويتجوزك؟ خلاص بقى هينفذ وعده ويتجوزك، انت بقيتي متطلقه بالثلاثه اهو. لا طبعا الباشا اخلى سبيله في فص ملح وداب. وهي طبعا من شغله بقى لشغله لدنيته لكل حاجه، يعني عاش حياته ونفض لها تماما. عشان تعرفي ان كان بيتلعب بيكي. كل واحد بيدور على الحاجه المقفوله، الحاجه اللي ما بتتلمس، الحاجه اللي هي جوهره مكنونه ما يلمسهاش غير زوجها، غير حلالها حلال ربنا. لكن طالما واحد قدر يلعب ومشيتي في اللعبه معاه، يبقى تستاهل اللي يجرالك. شفت منظرك انت ايه ومنظر صاحبتك اللي كانت زميلتك في الشركه، الفتاه اللي مش متجوزه، اللي اول ما بدأ معاها صدت شغلي وشغلك، عايز حاجه اقولها لك، عايز حاجه اديها لك خاصه بالشغل، اي حاجه تانيه ليك حياتك وليك حياتي. شفتي راسها مرفوعه ازاي؟ وشفت انت راسك دلوقتي فين؟
ديكها الاخت التانية يقف عليها العرسان طوابير، وتختار هي ما بينهم عشان محترمة وعارفة ربنا وماشية في طريقه وفي ظله وعارفة حدودها كويس، وبتصد اي كلب تسول له نفسه ان يحاول يقرب او يعمل حاجة زي كده. لكن انت رخصت نفسك من اول كلمتين حنينين، دبتي في ايد الراجل زي الحلاوة، دبتي من الكلمتين. ذنبه ايه زوجك؟ عشان مهتم وعايش حياته ودنيته شغاله ومهتم بشغله عشان يكفيكي، عشان يكفيكي مام. ما هو انت شغلك انت اشتغلتيه على ما عرفنا بعدها ان انت لما اشتغلتي عشان حاجه خاصه بيكي، ما بتدفعيش في البيت. فالراجل لازم يهتم بالبيت يكفيه. هو غلطته فعلا انه سمح لك انك تشتغل. لازم ناخد بالنا يا جماعه، السوق المفتوح فيه الشر وفيه الخير، فيا ريت كلنا نتنونا في طريق الخير ونبعد عن كل شر. دي كانت قصتنا النهارده.